السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب دايما بخير وفي احسن حال. فيديو النهاردة وصفة سهلة وسريعة. هي بواقي الجلاش اللي عندي. بواقي الجلاش بتيجي منين؟ كنت انا عاملة الجلاش بكريمة المانجا بالطريقة الجميلة اللي شفتوها دي، وانا بقطع الجلاش على قد الصينية بالظبط اللي انا هعمل فيها، عشان كنت عاوزاها تكون على قد الصينية مظبوط. هنا طلع معايا بواقي او قطع جلاش كده، قلت لكم عنوها في كيس وهقول لكم هتعملوا بيها ايه. هنا انا طلعتها من الكيس عشان ما تنشفش. عندي صينية كب كيك، ما عنديش ممكن صينية عادية خالص، ممكن المجات بتاعة القهوة عارفينها اللي هي بتبقى الورق دي، المجات الورقية، ممكن اعمل فيها بمنتهى السهولة. اعمليها زبدة بسيطة، زبدة على سمنة كده، ادهنيها بسيط وروحي حاطة فيها زي ما انا بحطها كده على شكل كوباية، على شكل كب، على شكل طبقات لو انت عايزة، مفيش اي مشكلة خالص. انا هنا هامله صينيه الكب كيك كلها كده هعملها. كل اتنين هعملهم هرشهم رشه سمنه خفيفه كده، ممكن ارشه كله في الاخر بس علشان ما تنشفش مني. لو نشفت وجيت دهنتها مش هتكون كويسه، هتقطع مني بعد ما اطلعها. خلصتها كده وعملتها كلها سمنه وكله تمام. حتى لو في شكل مش عاجبك تقدري تعدليه، تقدري تظبطيه زي ما انت عايزه بالشكل الجميل دوت. عشوائي، ما بتاخدش وقت خالص. وبعدين هدخلها فرن متوسط الحراره، يعني تحت بس، لكن ما تولعيش فوق خالص، خليها تحت بس كده. واول لما تحمر بتاخدش 10 دقايق، ربع ساعة بالكتير. اول ما تطلع بسقيها شربات خفيف زي ما انتم شايفين، واسقيها مش كتير لان طبعا انا لسه عامل لها حشوة، فالحشوة هتبقى مسكرة. انا حشيتها كريمة المانجا، زي كان عندي بواقي كريمة مانجا من الفيديو اللي فات او من الوصفة اللي فاتت. اعمليها كريمة مانجا، اعمليها مهلبية، اعمليها مكسرات سوداني، اللي عندك موجود هتقبل اي حاجة. لو سبتيها حتى سادة كده كمان هتبقى جميلة. كريمة المانجا حطيت معاها شرايح مانجا او قطع مانجا كده علشان الشكل، وفي ثواني، مش في ثواني، في دقايق بكون جاهزة معاكي وبألف هنا يا رب. تنفع معايا كمان دي فكرة، لساعات بنجيب لفة الجلاش وبنفتحها بنلاقيها مكسرة من جوه، او تكسر مننا لو حطيناها في الفريزر وضغطنا عليها او حصل اي حاجة فبنطلعها بنلاقي فيها جزء متكسر. بنعملها بالطريقة الجميلة دي. شوفوا حبة صغيرين، يعتبر اقل من نص لفة جلاش، عملت معايا الكمية الكتيرة الحلوة دي، وجميلة وسهلة، وتقدميها لضيوف، تقدميها لحاجة هترمي معاكي. لو عجبكم الوصفة اوعوا تنسوا الشير واللايك والكومنتات الجميلة، ودمتم دايما يا رب بألف خير.